يا صباح الخيرات، يا صباح الهنا والنعيم. ازيكم يا اغلى فراولات؟ يا رب تكونوا بخير. صباحكم فل وورد وياسمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اختكم بقى صحت من النوم لقت الميه مقطوعه، ففطرنا وظبطنا نفسنا، وبعد كده قعدنا هناكل ايه هناكل ايه هناكل ايه. قلنا نعمل شويه ايه، ابوري. بنتي قالت لي نفسي اكل ابوري، فقلنا يلا نعمل شويه معجنات. شفت الحاجه اللي عندي، لقيت الحمد لله عندي حاجه الابوري كلها، فقلنا نعمله. كنت عامله كوبايه قهوه زي ما انتم شايفين عشان كنت لسه فطرانه، وكانت الدماغ خلاص مقفوله، ما انا شايفه قدامي. كنا اصلا قرب الساعه 3 تقريبا، فلازم كان الواحد يقوم ينجز بقى اللي وراه. المهم طلعت كيلو دقيق زي ما انتم شايفين اللي هو روعه، ده حلو قوي يا جماعه، حلو قوي قوي. طلعت كمان كيس خميره فوريه اللي هي بيت فود. وكمان هنحتاج، بصوا انا بطعم بس الابوري. انما هم زمان لما كانوا بيعملوه، كانوا بيعملوا العجينه بعد ما بيخبزوا العيش، وعجينه العيش بتبقى دقيق وخميره وميه وسكر وبس كده. انا بقى جايبه سمنه وجايبه زيت، مسخنه ميه مدفياها بس، واحط رشه ملح، واحط حاجه بسيطه خل، واحط سكر بس كده، ولا بلبن ولا زبادي ولا اي حاجه، وبتبقى روعه روعه روعه. لو عندي لبن رايب والله كنت عجنت، بس انا ما كانش عندي لبن رايب. بس صراحه والابوري بيبقى حلو كده. انتوا فاهمين قصدي ايه؟ احنا متعودين عليه كده من صغرنا. كانت بصوا يعني دي اكله الجدات كده زي ما بيقولوا، او مخبوزات الجدات. كانوا يخبزوا العيش، ويجوا في الاخر يسيبوا حته عجينه يكوروها بعددنا، يعملوا على عددنا كلنا ابوري. كل واحد بقى على حسب نصيبه، كل واحد يطلع له واحده، كل واحد يطلع له اتنين. كنا بنفضل قاعدين مستنين بقى الخبيز لما يخلص كله، عشان ايه؟ ناخد الابوري بتاعنا وهو سخن. بصوا بنبدا نقطع منه وهو سخن سخن مولع، ويلسعنا في السمنه، بس لازم ناكله سخن. خلاص هي اتعودنا على كده عشان نلحق السمنه وهي سخنه. وكان بقى السمنه بلدي زمان بقى، وخير زمان. الحمد لله على كل حال. المهم بصوا بقى، بنتي لقتني بشرب القهوه وملبوخه، جت قالت لي ايه، تعالي انا واخده ريست من المذاكره، تعالي اما انا اعجنها لك. فهي اللهم بارك يعني بتعجن وبتعمل كيك وكله. بتحب تعمل مخبوزات وتعجن، بس مش بتحب تطبخ. مش عارفه الحكايه جايه معاها بالعكس. بس لا ان شاء الله ناويه لها ان شاء الله في الاجازه دي باذن الله على خير، بس تخلص اوقفها معايا ان شاء الله، هي تطبخ وانا اقول لها تعمل ايه. اهو علام ليهم برضو، يعني مع العلام اللي بيتعلموه الدراسه وكده، ده علام ليهم برضو. وده بحس ان هو ده مهم برضو، يعني مش اقل اهمية من المذاكرة يعني. بس انا علمتها العجن وعلمتها الكيك والحاجات دي. بالنسبة لها كان اسهل من ان هي تقف تتعلم الطبيخ وكده. بس ان شاء الله واحدة واحدة، يعني محدش فينا اتولد بيعرف يعمل كل حاجة. المهم هي حطت الدقيق ونخلناه يعني، وحطينا عليه الكيس الخميرة، لان ده كيلو دقيق. وحطت السكر، وانا معلماها تقلب السكر مع الدقيق، وما تنزلش الملح على السكر على الخميره، ولا هو ايه، عشان بيموت الخميره. فانا بقول لها هتحطي الميه دلوقتي، فقالت لي لا. قلبت بس الاول الدقيق مع السكر والملح، وهتحط السمنه والزيت. حطينا قد ايه سمنه بقى وقد ايه زيت؟ ممكن على فكره تعجنيها بزيت بس، انت وراحتك. هحط معلقتين هرميين كبار، يعني معلقتين كده مليانين قوي، والسمنه اصلا سايحه. فبصوا يعني بمعدل كده كل المقدار ممكن يكون كوبايه الا ربع ماده دهنيه، سمنه على زيت، انت وراحتك بقى. بس سمنه على زيت الاتنين حلوين. ليه؟ لان الزيت اللي بيدي اللون المحمر الحلو للابابير دي لما بتتخبز، لما بتستوي. فانا حطيت معلقتين، حطت هي قصدي معلقتين كبار سمنه، و3 معالق كبار زيت. ربنا يبارك فيكي يا رميساء يا رب، وينجحك انت وكل اللي زيك، اللهم امين يا رب العالمين. آه ف فخلاص نزلنا اللي هي بقى، بس مش عايزه تنزل اللي في المعلقه يعني مكسوفه، فقلت لها يا حبيبتي نزلي، احنا اللي بناكل في بيتنا يعني، ما تخافيش، محدش له عندك حاجه عيشي تعاملي عادي، عيشي عادي يعني. بس خلاص احنا بنعمل ايه بقى، بنعجنهم على الهادي، علشان خاطر السمنه لما بتعجنيها او اي ماده دهنيه بتعجنيها مع الدقيق كده، تخليها الدقيق يتشرب منها في الاول قبل ما تنزلي الميه ولا اي حاجه تاني، بتخلي العجينه بتاعتك تبقى مرمله من جوه. مش عارفه، هو ده المعنى اللي انا عارفه اوصفه لكم، مرمله من جوه. بتبقى حلوه بجد والله العظيم، بتبقى طعمه واخده بقى الدقيق كله، واخد طعم الدهان اللي انت حطاه. هي عارفه نظامي ايه، بخلص الحاجه عينها، زيت السمنه كل حاجه رجعت مكانها، عشان خاطر نخلص ما تبقاش الدنيا من حوالينا مكركبه. وزي ما بقول لكم اصلا ما كانش فيه ميه عشان نكركب بقى مواعين وكده، يعني ما طلعناش مواعين في اليوم ده غير المعلقه اللي خدنا منها السمنه. والبوله بتاعت العجين فضلت معانا لما خلصنا خالص، كانت بقى الميه ايه قربت تيجي، بعدها بشويه الميه جت.
نزلت كمان معلقه كبيره خل دلوقتي زي ما انتم شايفين. وهنبتدي بقى ننزل ميه. مقدار الميه ايه؟ ما بقدرش اقول مقدار الميه لان الدقيق بيختلف من نوع للتاني. اخاف اقول لكم مقدار يكون الدقيق اللي عندي بيشرب ميه اكتر، بس انتي عودي نفسك، نزلي كوبايه بكوبايه، يعني نزلي كوبايه دافيه وشوفي العجينه هتعمل معاكي ايه. لقيتيها محتاجه نزلي نص تاني، لقيتيها محتاجه نزلي نص. فاهمه قصدي؟ حتى لو انت يعني خبيره في العجين، انا عن نفسي بعرف الحاجه بالنظر، بعرف هي محتاجه قد ايه. بس حتى لو انت خبيره بالعجين ممكن الدقيق يجي يخمك في مره، فخدي بالك من الموضوع ده. خلاص، هي خلاص حطينا الميه الدافيه واتعجنت شويه حلوين. هلمها بقى بايدي. وعلى فكره احنا حطينا لها كمان معلقه كبيره زيت، لان انا وهي بتتعجن كده قلت لها انا حاسه ان العجينه ناشفه، فنزلنا لها كمان معلقه كبيره زيت. لمت بقى بقيه العجينه. العجينه بتاعتنا طريه بس مش ملزقه. في فرق ما بين الملزقه دي، طريه مش ملزقه، مش زي عجينه العيش. هبصوا، طريه بس مش بتلزق في ايديا. بس خلاص هلمها كده. وبحب انا اعمل فيها الفتحه اللي انا بعملها في النص دي عشان لما تختمر اعرف ان هي اختمرت كويس. وهجيب بقى كيسه اغطي بيها الوش. وده ليه؟ لان العجين بوظ لي كل فوط المطبخ. لما العجينه بتخمر وبتطلع لفوق بتزيت لي الفوطه اللي انا حطاها عليها. فانا هحط الكيسه دي برضو ايه، تحافظ عليها على ما تخمر. واحط فوقها برضو اغطيها كويس يعني بالفوطه بتاعه المطبخ. وناخدها بقى نحطها في مكان دافي لما تختمر خالص، علشان خاطر يعني نشتغل فيها. واصلا الجو حر ما بتاخدش وقت خالص علشان تختمر. وتعالوا بقى ايه، على ما تختمر نخش نشوف هعمل ايه في البيت. بما ان زي ما بقول لكم الميه مقطوعه فما كنتش اعرف، الحمد لله اصلا ما كنتش سايبه مواعين يعني. تعالوا بقى على ما العجينه بتاعتنا تخمر وتاخد راحتها، بما ان هو ده غدانا النهارده، فخلوني ايه، قلت ايه، انضف الريسبشن حلو كده. بصوا الجو اليومين دول حر قوي قوي بجد يعني. وانا يعني مش عندي رفاهيه ان انا امسك البيت انضفه تنظيفه عميقه، او ان انا يعني اشقلب واشيل واحط وكده. وهو مش محتاج، هو لسه معمول تنظيف عميق. بس انا عشان ارضي ضميري واحس ان انا مرتاحه قمت شايله الحافظات بتاع الشقه والسجاد كله بتاع الريسبشن كله. فرشت الغرف بس صراحه. لاني بحس لما الغرف بتكون مش مفروشه الولاد بيدوسوا على الارض ويطلعوا على السرير الدنيا بتتبهدل قوي. انما الريسبشن حبيت افضيه خالص كده يبقى قدامي كده. كل يوم ما اقوم اكنسه وامسحه. اللي هو مش همسحه مسح يعني المع بس كده. لان زي ما احنا عارفين احنا في ايام امتحانات وكده مش عايزه افضل اشيل واحط وارزع وهبد ومش عارف ايه. فقلت ايه، هشيل الحفاظات احطها في البلكونه تتشمس، وارش عليها كده رشه ميه بدوني او اي معطر عندك، وسيبيها بقى تغير ريحتها وكده. وبعد كده بقى ارجع امسح الشقه مسحه نظيفه وافرشها. بس انا ما عملتش كده دلوقتي لان زي ما انتم شايفين، بصوا هتلاحظوا ان انا لابسه فرده شراب واحده. انا رجلي كانت تعباني قوي وكنت ربطها برباط ضغط ودهناها كريم جل لرجلي. فلبست الفردة الشراب دي عشان رجلي اولا اقدر ادوس عليها، وعلشان خاطر مش عارفه البس في رجلي حاجه، مش عارفه البس يعني سليبر للبيت ولا اي حاجه بسبب ان رجلي تعباني ولفاها كتير. فقلت تتدفى كمان يعني، فاهمين انتوا قصدي؟ ف ويعني احنا ما عندناش رفاهيه يعني ان احنا نقعد يعني حتى لو تعبانين ما فيش الكلام ده. حتى لو بنتي الكبيره كانت بتساعدني كتير في الاجازه، بس هي دلوقتي الله يعينها بقى يعني محتاجه اللي يقعد يراجع معاها، مش اللي يخليها تعمل معاه. فانا برضو ما بحبش اكركب البيت قوي، فبستغل مثلا وقت الكون في مراجعه بره ولا حاجه واروح عامله كده. كنت بعت توته تجيب لي شويه طلبات. بصوا جايبه لي شويه حاجات عشان انضف المطبخ وعشان المواعين. ده الاسبونش بتاع المواعين اللي هو الخشن ده، عارفينه؟ جابت لي الاتنين مع بعض ب 12 جنيه. وجابت لي باور ده ب 25 تقريبا. وجابت لي نص كيلو هاربك سايب بس عشان ادعك بيه الحمام. نص الهاربك تقريبا ب7.5 لو انا فاكره صح يعني. فشلتهم بقى على جنب كده وقلت ايه، كانت هي كمان بتلعب بالسكيت. خدوا بالكم ده هي مبسوطه جدا ان انا مفضيه الارض، عشان ده بالنسبه لها بقى متعه عشان تلعب بالسكيت براحتها في البيت. والارض مش مفروشه بتعرف تجري بيه حلو يعني. ابصوا قعدت تلبسه عشان تلعب بيه، ما فيش ما عندهاش يعني. انا بكنس ما بكنسش، المهم ان هي تلعب. كنت انا حاطه كرسي من بتوع الانتريه هنا لو انتوا فاكرين عشان اوسع جزء الانتريه شويه. بعدين جات لي الهلاهوبه بقى وقلت ايه، لا انا هرجعه مكانه تاني. معلش هو يعني بزهق بمل، انا من النوع بمل لما الحاجه تفضل في مكان واحد. بس فهبصوا لبست السكيت وهتعيش حياتها بقى. بس هي والله هي بتصعب عليا، ما بروحش ولا باجي بيها خالص، لاني بفضل قاعده في البيت طول ما اختها بتذاكر او بتراجع او كده عشان ما اسيبهاش لوحدها. انا بقول يا عيني تعوز حاجه اعمل لها حاجه كده، فما برضاش امشي يعني واسيبها في البيت لوحدها.
رجعنا كمان الكهرباء رجعت تقطع تاني، مش عارفه بقى هنرجع تاني لتخفيف الاحمال والحاجات دي عشان الحر وكده ولا ايه، ربنا يستر. لان مش وقته خالص يعني، كانوا على الاقل يستنوا لما الثانويه العامه تخلص. خلاص ده كلها كام يوم وهيخلصوا، مستعجلين ليه؟ مش فاهمه بجد يعني. يعني الساعتين اللي الكهرباء قطعتهم امبارح البنت ما مسكتش كتاب والله، ما مسكتش كتاب. هتقعد تذاكر في حر بقى، سيبكم من الضلمه يعني، هتقعد تذاكر من غير كهرباء ومفيش هوا كمان حواليها، الجو نار. ازاي يعني هتجيب تركيز منين؟ فمش عارفه هم ليه استعجلوا كده، كان المفروض يستنوا لما الثانويه العامه تخلص يعني، رفقا بيهم شويه. هيلاقوها منين ولا منين؟ هيلاقوها من صعوبه الامتحانات ولا المراقبين اللي مش عارفه مالهم عمالين يعني يعملوا كده مع الولاد ليه؟ ولا من قطع الكهرباء؟ مش فاهمه والله بجد يعني، ده يعني كل الظروف ضدهم، مش فاهمه بجد والله. المهم الحمد لله يعني على كل حال. بصوا انا كنت شديت الكنبه زي ما انتم شايفين وكنسته وراه، وعلى فكره انا زقيت كمان النيش، زقيته شويه وزقيت الكنبه جنبه عشان اوسع المكان اكتر. وكنت هفرش نفس الفرشه اللي كانت على الكنبه، بس لقيت بعد ما جيت افرشها لقيت فيها بقعتين كده مش عارفه من ايه صراحه، فشلتها. كنت كده كده عامله دوره غسيل، فشلتها حطيتها في الغساله تتغسل معاهم. وطلعت فرشة تانية حطيتها على الكنبة وعلى الأيادي كده، عشان احنا قعدتنا كلها هنا الحاجات دي بتحافظ على المكان انه يفضل نظيف. يعني لو بقعة لو اي حاجة بتيجي على الفرشة نفسها امرها بسيط، غير لما تبقى على الكنبة هتغلبني على مشيلها واغسلها وكده. فبس بصوا توتا راحة جاية بالسكيت عايشة حياتها عادي. المهم فمسكت كمان الترابيزة اللي عليها الراوتر وعلبة المناديل وكده، مسحتها ومسحت كل حاجة عليها. تعالوا اشربوا قهوة، انا عامله كوبايه قهوه. احنا اصلا دلوقتي زي الساعه 2:30 كده بعد الظهر. قلت اسجل لكم بقى على الفيديو، لاني بقالي كام يوم ما بنزلش فيديوهات، لاني صراحه مديه وقتي كله علشان بنتي وكده يعني، شايفه ان هي اولى واهم يعني. وصراحه النفسيه كانت زي الزفت اليومين اللي فاتوا بسبب البنات اللي ماتوا على الطريق الاقليمي. الله يرحمهم يا رب ويسامحهم ويغفر لهم، يربط على قلوب اهاليهم يا رب بالصبر. عرايس في الجنة يا رب إن شاء الله. ربنا يرحمهم يا رب ويجعل موتتهم دي سبب مغفرة ليهم. كانوا واجعين قلبي والله ونفسيتي زي الزفت. وكمان الشاب اللي هو من السنبلاوين تقريبا، اللي هو بقاله أكتر من 12 يوم غرقان مش عارفين يلاقوه كده. ده برضو يعني أنا بجد زعلانة عشانه قوي. فشوية أحداث كده الواحد بيقراها بتخليه يقفل، يعني يقفل من الدنيا كلها وحياة ربنا. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. بقالي كام يوم مسيطر عليا كده فكره ايه، الحياه ما عادتش بتلذ ليه كده يعني، ما عادش في لذه كده في الحياه والله. مش انا مش من الناس اللي بتقنط، بس حاسه ان كده من كتر الاحداث اللي بتحصل، ومن كتر ما فيش الامتحانات جايه وحشه قوي، من كتر يعني الانجليزي يمكن كان مبلوع يعني. الانجليزي يعتبر اوحش احلى الوحشين زي ما بيقولوا، احلى الوحشين زي ما بيقولوا، مش اللي هو يعني مش اللي هو يتقال عليه سهل برضه، بس حلو يعني، ها يعدي دنيته تمشي. بس الفيزياء صراحة والعربي، العربي كان حلو، النحو هو اللي كان وحش. انما الفيزياء مش لاقيه ميزه يعني. مش عارفه يعني عمركم شفتوا امتحان فيزياء يجي تحريري؟ انا ما شفتش في حياتي امتحان فيزياء يجي تحريري. العيال كل التركيز بيبقى طول السنه في الحل، ان هم يحلوا كتير المعادلات بقى ومش عارفه ايه، فان هم يجي لهم تحريري دي يعني خبطه جامده قوي ليهم والله. ربنا يستر ويعديها على خير. لان بنتي يوم امتحان الفيزياء استحاله ان هي مش راضيه تراجع، مش عايزه تراجع. طب شوفي يا بنتي الحلول لو نزلت، لو الوزاره نزلت الحلول، لا حتى لو نزلت انا مش هشوفها، مش عايزه تبص على الامتحان تاني ولا تشوف الاجوبه ولا تشوف اي حاجه. هي يعني قالت لي انا خلاص انا حليت وطلعت، فخلاص انا نفسي بقول لها كده والله، ورقه الامتحان اتقفلت واتسلمت خلاص يا بنتي انسيه وفكري في غيره. هتلاحظوا هنا بقى ان انا لمعت النيش وبعد كده كنست. لا هو انا كنت كنست الاول مره، بس هي ما جاتش مش عارفه ليه ما اتصورتش. كنست الاول الصاله كلها مره، هتلاحظوا حتى انا كنست ما طلعش حاجه. بس انا لما جيت المع النيش كان في عفاره كده على النيش من فوق فنزلت في الارض، فقمت كنسه تاني. يعني انا مش طربت ولا حاجه، انا كده كده كنت كنسه. حتى بصوا مش هتلاقوا حاجه بتطلع في الكنسه اصلا، كنسه الجزء ده بس، جزء اللي عند باب الشقه بالنيش والحته دي، وجمعته كله هناك عند باب المطبخ كده لغايه ما اكنس بقيه الصاله والم كله مع بعضه. عرفتوا اهو، بصوا حتى انا لمعت الدولاب هنا بعد ما كنست، لان انا اصلا كنت كنسه. فدي بس بلم العفار اللي هو نزل مكان ما كنت بلمع اهو. لميت برضو بقيه الشقه. على فكره في اليوم ده الميه كانت قطعه زي ما انا قلت لكم، فانا ما عرفتش امسح، انا يا دوبك كنست
وقلت ايه يعني اسيب الشقه متهويه كده، ولما الميه تيجي او اروح ملمعه. وفعلا لما الميه جت لمعت، وانا تقريبا يوميا بلمع، بجيب شويه ميه صغيرين كده بدوني وكلور، واروح معديه على الشقه كلها ملمعاها. زي كمان الغساله وثبت الغسيل والحاجات دي كلها، ولمعت برضو الارض. وان شاء الله بقى اخيرا، يعني اخيرا عود احمد ان شاء الله. مش عارفه احمد مين، بس هو عود احمد يعني، هما بيقولوا كده ولا بيقولوا عود ايه مش عارفه. هرجع الجيم النهارده ان شاء الله. آه ف قلت اتنشط وخلص اللي ورايا بدري بدري عشان اروح الجيم. انا ما كنتش رحت الجيم من بعد العيد، كنت مأجزة علشان خاطر بنتي، عشان خاطر الامتحانات. بس خلاص احنا قربنا نخلص، وبان دخلنا في شهر 7، فقلت ايه، قلت بما اننا بدأنا شهر 7 اروح بقى كده والتزم تاني، علشان خاطر إيه نفسيتي كانت احسن كتير، وجسمي كان يعني الحركة اخف وكده لما كنت بروح الجيم. فاروح ان شاء الله تاني النهاردة دعواتكم. بما اني خلاص يعني قربنا ان شاء الله خلاص نخلص. توتو بقى بصي انا خلص من هنا، هي خلصت بالسكيت ملهاش دعوه يعني، بقول لكم بتلبخني وخلاص. جابت بقى جايبه شيبسي وقعدت تاكل قصاد التليفون كالعاده. هي الاجازه يعني بتاعتها كده، ما بروحش في مكان ولا بخرجها ولا اي حاجه، والله العظيم بتصعب عليا. المهم انا خلصت البيت زي ما انتم شايفين، وما مسحتش زي ما قلت لكم عشان الميه كانت مقطوعه، بس هويت الشقه كلها وخدت الحفاظات على باب الشقه، نفضتهم تنفيضه كويسه ورجعتهم في البلكونه يتشمسوا، وسبتهم بقى عاشوا حياتهم لغايه تاني يوم، خدوا الشمس كمان بتاع تاني يوم. بصوا بتعمل ازاي. وبعد كده لمتهم. تعالوا بقى نعمل الايه، العجينه اللي احنا كنا عجنينها وسايبينها. قلت لكم ان انا اعملها ابابير، جزء بالجبنه وجزء بالسمنه والسكر. ف خدت جزء من العجينه اللهم بارك طريه وجميله. هاخدها ايه، مش هطلع من العجينه كلها عشان ما تنشفش وتعمل قشره وكده. خدت جزء بس كورته كده جنبي، وهاخد برضو الفوطه اللي انا كنت مغطيه بيها العجين، اغطي بيها الكور دي لغايه ما افرد واحده واحده. وسبت العجين متغطي برضو بالكيسه اللي كانت عليه، عشان برضو ما يعملش قشره ولا ينشف ولا اي حاجه. اعمليها بقى بالحجم اللي انت عايزاه، تحبي تكبري عن كده حبه تصغري عن كده، ممكن تعمليها وحدات صغيره اصلا زي القطايف كده، ممكن تعمليها اكبر من اللي انا عاملاها، اللي يعجبك انت وحسب انتوا بتحبوا تاكلوا ايه. بصوا انا جايبه ميكس جبن، لا مش ميكس جبن، دي كانت جبنه شيدر مبشوره وجبنه موتزاريلا. انت تحشي باللي عندك، جبنه فيتا تحطي عليها حبه البركه، جبنه دوبل، جبنه رومي، مش جبنه قريش، جبنه قديمه. بصي زي ما انت عايزه. ممكن كمان تعملي تسلقي بطاطس وتهرسيها وكده وتحطيها برضو، تبقى حلوه قوي بالنسبه ان هي غدا يعني. كنت بحاول اقرب لكم عشان اوريكم انا بعملها ازاي، فهمسك الموبايل في ايدي واوريكم. بصوا انا بقفلها كده كويس، اهم حاجه العجينه ما تتخرمش ولا اي حاجه، ولو اتخرمت مني بعالجها عشان خاطر الجبنه لما تسيح ما تطلعش بره وتنحرق بس. وبضغط على الحروف كده واحطها بقى في الصاج. هعمل كمان واحده معاكم بالجبنه، وبعدين اكملهم كلهم. وبعد كده اقعد اعمل بقى اللي بالسكر والسمنه. انا تسالوني اكتر نوع بحبه ايه، مش بالبيض بقى ومش بالجبنه ومش كده، اكتر نوع بحبه بالسمنه والسكر. ويا سلام بقى، يا سلام يا سلام لو السمنه دي بلدي، يا سلام على طعمها وريحتها، بتبقى جنان. اهو تغيير اكل بقى وبدل طبيخ وكده، والعيال اصلا ما بياكلوش الطبيخ ده، اسهل واحسن. هكملهم بقى اهو. بصوا كملتهم طلعوا 10. وعملت بقية العجينة كمان طلعوا 10 كور، يعني يبقوا 10 كده بالجبنة و10 بالسكر والسمنة. هي جت كده صدفة يعني، انا عملت لغاية ما الجبنة خلصت معايا. نفس الحكاية بفرد، بس اقول لكم بقى بحب اعمل اللي هي بالسمنة والسكر دي تكون العجينة فيها سمك بسيط، يعني سمك بسيط عن اللي هي بعملها بالجبنة. اللي بالجبنة برقها خالص، انما دي بحب يكون فيها سمك بسيط. ليه بقى؟ علشان خاطر العجينة نفسها بتشرب من السمنة والسكر لما بيسيحوا، فبتبقى طعمها احلى يعني، شاربة جامد بقى، وتقطمي كده القطمة كلها سمنة وسكر. احسن ما تكون ناشفة فتبقى تنشف جواها، السكر والسمنة ينشفوا جواها. فهمتوا قصدي؟ فهو ده السمك بقى اللي انا بعمله اهو. بصوا خليها بسمك بسيط خالص، علشان زي ما قلت لكم تشرب السمنه والسكر. بعد ما فردتها بقى باخد حته. بصوا انا عجنت السمنه مع السكر عشان السكر ما يبقاش ناشف قوي فيخرم لي العجينه او يقطعها لي او حاجه. وعادي على فكره انك بتعالجي العجينه حتى لو اتقطعت منك، هوريكم دلوقتي في واحده اتقطع مني اعمل فيها ايه. المهم ان انا بقفل الحرفين على بعض كويس، وكمان باخدهم بقى ايه من الجنب كده زي الايه ما بنعمل القطايف كده في البيت، او السمبوسك في البيت. عارفين انتوا السمبوسك؟
بس خلاص نقفلها كويس بقى عشان ايه ما تطلعش السمنه والسكر. وانا انا بحب السمنه والسكر تطلع بره عشان بتكرمل وتبقى طعمها حلو. هحط بصوا فاضل 2 بس كده، ايه مكان ال2 في الصاج الكبير هحطهم، وبعد كده اكمل الصاج الصغير عادي. بصوا دي هتنقطع، هتشوفوا دلوقتي هتنخرم مني خرم كده من تحت لاني اتكيت على حته شويه عن الباقي، او من تحت الجزء اللي تحت ده. فعالجها عادي، هوريكم دلوقتي، ما رضيتش اقطعها عشان تشوفوا تعملوا فيها ايه. بس اهم حاجه ما تسيبوهاش، يعني ما تسيبوهاش مقطوعه، خصوصا اللي معموله بالسمنه يعني. بصوا اهو بدهن برضو سمنه بسكر، وبعدين اقوم قافلاها. وانا بقفلها لقيت فيها قطع اهي، بقوم واخده حته من العجين مبططاها واقوم قافله بيها الخرم كده. خلاص هي بقى بتندمج مع العجينه وبتسيح وبياخدوا ويدوا مع بعض، مش بيبان ان هي حته تانية ولا حاجه. بس وبقفلها كويس. هخلص بقى كل الكميه اللي عندي، وبعد كده اسيبها ترتاح، اغطيها، اهم حاجه تغطيها عشان ما تعملش قشره، واسيبها ترتاح شويه. وبعدين اوريها لكم قبل ما ادخلها الفرن بتبقى عامله ازاي. فبس سبتهم هم لما اختمروا. هاخد بقى الاول اللي هي الصاج الاولاني اللي انا عاملاه بالجبنه، واغطي التاني دوت برضو يختمر حبه كمان. وادخله هو كمان، ما بدهنش وشها اي حاجه، هي واخده دهنها كويس. السمنه والزيت هما اللي يدوها الحمار بتاعها واللون الحلو. وبعد ما بطلعها كمان بغطيها، انا بدخلها الفرن على درجه حراره 200 من تحت. واول ما بلاقي من تحت خلاص خدت لون واستوت، بولع عليها الشوايه بسيط، وبتطلع بقى زي القمر زي ما انتم شايفينها كده. بصوا اللهم بارك، بصوا جميله. دي اللي بالجبنه، لسه سخنه، بس هوريها لكم برضو اهي. بصوا هنده بقى التوته قطعه واحده، واوريكم شكلها. بصوا انا اللي بحمص اللي هو بالسمنه والسكر شويه كده، عشان ايه السمنه تسيح خالص من جوه مع السكر وتبقى دايبه كده من جوه. بصوا العجينه اللهم بارك طريه والجبنه سايحه من جوه. بصوا روعه روعه والله العظيم، كانت روعه. هوريكم برضو واحده من اللي بالسكر. بصوا السكر بقى ساح جواها وشربت منه، والعجينه كلها اتطعمت بيه. بس دي وصفه من وصفات جدتي، وصفاتنا بتاعت زمان، لو انتوا ناسيينها حبيت افكركم بيها. بس خلاص انا بحبكم في الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.